ماشي وثيقة أدميسيو أتراميتي هي معناها تسالاو جميع الإجراءات. بزاف ديال المهاجرين الإسبانيين كيظنوا باللي ملي كتوصلوا بهاد الورقة يعني الملف ديالهم تسالى نهائيا ويقدروا يبداو الخدمة دغيا، ولكن الحقيقة الإدارية مختلفة شوية. هاد الوثيقة غير كتأكد بلي الإدارة الإسبانية قبلت تدرس الملف ديالك، في بعض الحالات كتسمح لك تخدم مؤقتا، ولكن كاينين مراحل أخرى ضروري يكملوا قبل ما تبدا الخدمة بشكل قانوني. من بين أهم الخطوات خصك تستخرج رقم الضمان الاجتماعي الإسباني نيميرو دي سيكوريداد سوسيال. هذا الرقم ضروري بزاف لأي واحد باغي يخدم قانونيا في إسبانيا، حيت بلا بيه ميمكنش يتفعل العقد ديال الخدمة ولا يتسجل العامل في الضمان الاجتماعي حتى إلا كان عنده الحق في العمل. المشكل دابا في الأشهر الأخيرة بزاف ديال الناس تعطل ليهم الملف، خصوصا في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي بسبب الضغط الكبير على الإدارات الإسبانية وكثرة طلبات التسوية خلال 2026. والنتيجة أن كاين ناس لقاو خدمة بصح ولكن ما قدروش يبداو حيث الإجراءات الإدارية والتقنية مازال ما كملتش. وهذا الشيء علاش المحاميين والخبراء كينصحوا بمتابعة الملف ديالهم باستمرار، وما تعتمدش غير على ورقة ديال الادميسيون اتراميتي. طلب رقم الضمان الاجتماعي بسرعة عبر الإنترنت أو من مكاتب الضمان الاجتماعي، وتأكد من المعلومات الشخصية ديالك باش ما توقعش حتى شي تأخيرات إضافية. تخلي نسخ من جميع الوثائق والإشعارات الخاصة بالملف ديالك مخبية. مهم بزاف، أي تأخير إداري ماشي معناه الملف مرفوض، ولكن خاص تبقى متابع جميع المراحل خطوة بخطوة حتى يتفعل رقم الضمان الاجتماعي وتبدا الخدمة ديالك بطريقة قانونية وآمنة في إسبانيا.